قبل أن ينزل الوحي على النبي كان يحب البقاء وحيدا، حيث كان يخرج من مكة لغار حراء ويتعبد فيه ويحمل معه الطعام والماء. وكان النبي حينها في الغار وهو يفكر بمخلوقات الله مثل السماء والأرض والجبال وغيرها. وعندما وصل النبي إلى سن 40 عاما أبلغه الله تعالى بالنبوة ليختاره رسولا يدعو الناس للخير وينهاهم عن الشر. نزل جبريل عليه السلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان في الغار وقال له: اقرأ. أجاب الرسول: ما أنا بقارئ. فرد جبريل عليه السلام وقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. انتاب الرسول حينها الخوف مما حصل معه عندما رأى جبريل عليه السلام وكان يقول: زملوني زملوني. وأخبر الرسول زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها بما حصل معه فطمأنته وهدأت من روعه. ومن ثم ذهبت إلى ابن عمها وهو ورقة بن نوفل، فقصت خديجة ما حصل مع الرسول لورقة، فقال لها: هذا هو الوحي وهو من عند الله، وأخبرها أنه سيكون نبيا لهذه الأمة. وبعد هذه الحادثة بات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أهم شخصية ذكرها التاريخ أجمع على وجه البسيطة. وإذا عجبكم الفيديو وضاف لكم معلومة جديدة بتمنى تعملوا لي إعجاب واشتراك حتى يصلكم كل جديد.